السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ كل سنة وانتم طيبين، واتمنى يا رب تكونوا بخير كلكم وبسلامة ان شاء الله. الفيديو دوت بس حاجة كده يعني، معلش لفتت نظري ولاحظتها، وفي واحد يعني يعتبر صديق عزيز عليا وقع فيها، فقلت يعني اقول لكم عشان تخلوا بالكم. الفيديو دوت عن طبة الزيت. يا جدعان بالله عليكم، اللي لسه مشتري موتوسيكل ولسه جديد في الموتوسيكلات او في عالم الموتوسيكلات وما عندوش خبرة في تغيير الزيت، بلاش يقرب من طبة الزيت ويغيرها. لان واحد يعني صديق ومتابع لقناتي وقابلني بالصدفة ولقيته متضايق، فبقول له ايه مالك في ايه؟ قال لي والله طبة الزيت فوتت ده لسه رابع غيار ليها. فبقول له هو انت غيرتها في مركز؟ قال لا انا غيرتها لنفسي. فتخيلوا كده، لسه الموتور جديد ولسه ما ممشيش وبيغير زيت، طبة الزيت فوتت. فبلاش عشان خاطري ما عندوش خبرة في تغيير الزيت ولا في الربط بتاع الطبة، بلاش يقرب من الطبة. لان حاجة زي كده يعني ممكن هتروح لخراط وممكن يخشنها ويركب مسمار اكبر، بس لو اتكسرت انت محتاج تحل الموتور عشان تحل المشكلة ديت، عشان تصب مكانها وتعمل موال. وانا عن نفسي وقعت في الموضوع دوت. يعني انا كنت في مركز زيوت والواد ربط المسمار غلط وقرط راح طبة مكسورة. فبلاش نخش في ندخل نفسنا في حوارات يعني. طبة الزيت بتتربط على عزمها، يعني زي ما بيقولوا كده على هواها. اول ما تجيب اخرها في الربط خلاص ما تقرطش، لان الطبة حديد، المسمار نفسه حديد والموتور ألمونيا. فانت لما بتقرط قوي الألمونيا بتنعم، يعني القلاووز بتاع الألمونيا بينعم. فبلاش تقريط قوي، ده مش انت كده مش بتحكمها قوي. يعني انت مش نصح ان انت كل ما تزود في الربط هتلاقي الطبة لا، هي بتربط على اخرها. انت مجرد ما ربطت وقفلت، مجرد بس تشد كده البتاع على اخره خلاص كده، هو الحمد لله جاب اخره. فخلي بالكم من الموضوع دوت، لانه بيسبب مشكلة لناس كتير، وحرام يعني تبقى لسه المواتير جديدة والمكن جديد ويحصل فيه المواويل ده. واشوفكم دايما بخير وبسلامة، وربنا يحفظكم ويسلم طريقكم ويحفظكم من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله.